يا وليه بطلي هشتكى في الله يخرب بيتك وتحسيس. يا وليه انا مش قطه، اقسم بالله انا لما اكبر اقسم بالله اول حاجه اعملها ان انا هاكل امك انت. هاكل دراعك ده اللي عمال يطبطب عليا خنقتين يخرب بيت امك. يا ولاد هشتكيني هشتكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بيكم على مطبخ سيد أفندي المفلس دائما والمسكين. النهاردة هنعمل بتنجان مسلوق. معانا بتنجان، هنشيل القمع بتاعه اهو صابح مع السكينة، ونديله كام نغزة عشان يستوي بسرعة. وممكن نشقه من هنا اهي، وفي قلب الطاسة بتاعتنا. يا اشتكي اما اكبر هاكلك. يا وليه سوسه كف عروسه، ايه اللي انت بتعمليها دي؟ يا وليه انت بتلعبي بنت اختك؟ ايه اللي يخرب بيت امك ده؟ انت والله العظيم ده انا بضحك والله مش قادر والله. ونجيب الطاسة بتاعتنا ودلوقتي نعمل الدقة بتاعتنا. معانا الطماطمايه اهي، هنقطعها قطع صغيرة او نبشرها، بس انا بفضلها قطع صغيرة اهي. وقرن شطة موحوح اهو. وبعد كده فص الثوم بتاعنا في الهراسة اهو. وبعد كده بقى معلقة بابريكا، سنة ملح، نص معلقة زيت زيتون، نص معلقة خل عشان الحموضة، سنة كزبرة ناشفة اهي، سنة كمون، سنة فلفل اسمر، ونقلب على بال ما البتنجان بتاعنا يتسلق على البوتاجاز. ادي الخلطة بتاعتنا جاهزة اهي. زي ما انتم شايفين سلقنا البتنجان اهو اهو تمام. هنسيبه يبرد ونرجع لكم تاني. هنبتدي نطلع البتنجان بتاعنا اهو اهو استوى، بسم الله ما شاء الله. وندي الحشوة بتاعتنا اهي اهي. واحلى بتنجان مسلوق زي بتاع المحلات على طول. ونسيبه شويه كده حوالي نص ساعه، وبعد كده على الاكل على طول. ايه رايكم؟ استاهل كام من 10؟ مطبخ سيد افندي المفلس دائما والمسكين. لايك وشير.